جوجل قلبت الطاولة امبارح بإطلاقها نانو بنانا برو. أخيرا أكبر مشكلة كانت بتواجهني مع الإصدار القديم من نانو بنانا هي جودة الصور، واللي حاليا بقت بتوصل ل 2K و 4K جودة 2000 و 4000 بشكل أصلي. يعني من الآخر ما عادش فيه بكسلة، مش محتاجين برامج تكبير الصور. هنشوف خلال الفيديو ده الأداة دي بتعمل إيه بالظبط، لأن كده جوجل فعلا قفلت اللعبة بعد الإصدار الجديد من نانو بنانا برو اللي أطلقته جوجل امبارح مع جيميناي 3. اتحلت اكتر مشكله كانت مضايقاني، وهي جوده الصور اللي بيطلعها. اخيرا بقت بتوصل ل 2K و 4K بشكل اساسي من المره الاولى، مش بس 1080 زي ما اتعودنا. فدي كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد بيحاول يعمل محتوى. تاني حاجة، عقدة الكتابة أخيرا الكتابة بالعربي اتحلت. كان عشان تكتب كلمة عربي فأنت كان لازم تدخل في فوتوشوب وتعدل الكلمة من تاني، لكن أعتقد بعد التحديث الجديد ده مش محتاجين الفوتوشوب تاني خلاص. طيب، عملنا الصور والدقة تمام، فحبيت تعمل بقى المشهد اللي بعد كده. هيقابلك مشكلة الشخصيات اللي بتتغير، ولكن الإصدار الجديد بيثبت الشخصية بدرجة كبيرة جدا. فالناس بقى اللي بتحب تعمل قصص تقدر تثبت الشخصية وتخليها تعمل وضعيات كتير جدا مختلفة زي ما هنشوف مع بعض هنا كده. وده معناه انك تقدر تعمل سلسلة فيديوهات كاملة تكون مترابطة، مش مجرد صور عشوائية وخلاص. طيب، ميزة انك تقدر تعمل اكستند او توسيع لاي صورة باي بعد انت عايزه، دي ميزة مهمة جدا وبرده موجودة في التحديث ده. طيب، الادوات دي كلها خلاص، ما محتاجين ايه تاني بقى؟ الامر هيتفهم بسهولة. الميزة هي انك تقدر تغير المنظور بتاع اي مشهد بالزوايا اللي انت حاببها، تقدر تغير زوايا الكاميرا زي ما انت حابب، الاضاءة تغير كمان الاضاءة. في ميزة كمان بالنسبة للغة، انك تقدر تترجم ملف كامل بالانجليزية او صورة، تترجم من صورة بالانجليزي لصورة بالعربي او باي لغة تانية. برضه بيدعم الكتابة بمختلف اللغات في نفس التصميم، ممكن يكتب باكتر من لغة. ده كله هنشوفه مع بعض خلال الفيديو النهارده. تابع معايا علشان في حاجات كتير جدا هتبهرك. فانا هنا حبيت اخليه يعمل لي تصميم لشخصية، فاديته الامر ده. اختار هنا السينكينج عشان يختار السي برو، ومن هنا هختار كرييت ايمج وابتدي اديله اول امر معايا. انا عايز اعمل هنا تصميم لشخصيه مصريه ويكون مكتوب عليها، اكمل الامر ده بالعربي، يكون مكتوب على التيشيرت فرعون ايجيبت. فهلاقيه على طول طلع لي النتيجه دي كده الشخصيه اللي هبتدي استخدمها. بعد كده طلبت منه الامر ده، قلت له محتاج نفس الشخصيه دي تكون بتجري في الحديقه، الخلفيه من وراها تكون بلوري وبالشكل اللي هتشوفوه قدامكم ده. وكانت دي النتيجه. بعدها قلت له انا عايز لقطه مقربه لنفس المشهد ولكن من زاويه اماميه تبين تفاصيل الوجه، فطلع لي النتيجه دي. ومن هنا قلت له عايز اغير اضاءه المشهد بالكامل لاضاءه ليليه، وبالتالي كانت دي النتيجه. الجوده جميله جدا. بعد كده قلت له عايز نفس المشهد ولكن من زاوية خلفية تبين ظهره وتظهر قدامه كده تنين وكأنه في منحدر قدام، فجاب لي الصورة الجميلة دي. النتيجة برضو جميلة جدا. بعدها قلت له عايزك تعمل مشهدين لنفس المشهد. اول مشهد يبقى كلوز اب على وجه التنين، فهنا اداني النتيجه الجميله دي. شوف كميه التفاصيل في الصوره. بعدها على طول قلت له عايز مشهدين من نفس المشهد، جاب لي الصوره الثانيه على طول الكلوز اب للشخصيه الثانيه، وده الكلوز اب للشخصيه بتاعتي. تمام كده. بعدها على طول قلت له عايز المشهد الشاب وهو لوحده بنفس التفاصيل بدون التنين، عايز الصوره دي بس كده. فعلا عمل لي اللي انا عايزه بالظبط. طلبت منه هنا يعمل لي فريم اوسع بحيث تبقى الكراسه وقعت منه على الارض عشان اجيب المشهد من كادر اوسع. كانت دي النتيجة. وهنا طلبت منه انه يعمل لي الشاب ده يركب على التنين، يبتدي التنين ده يحلق او يضرب شوية نار كده، بعدها على طول يحلق وبعد كده يكون في السماء وبعدها. فالنتيجة بصراحة مذهلة جدا يا جماعة. وعشان اوضح بقى دقة الصورة بالظبط زي ما انا عايز، طلبت منه انه يعمل لي كلوز اب بحيث تبين دقة التفاصيل وانه يغير الستايل اللي انا حابه ده. بعدها طلبت منه انه عايز منظور الصورة يبقى اكستريم كلوز اب، انه يبقى قريب جدا من وشه عشان نشوف جودة ودقة الوجه بأعلى جودة ممكنة. تمام كده. كانت دي النتيجة. احكم بقى بنفسك انت على الجودة دي والجودة اللي كانت موجودة قبل كده. بعدها على طول قلت له عايز ان لون عينيه تبقى ازرق، كانت دي النتيجة. قلت له يعمل لي توسيع للصورة، ودي ميزة ثانية انك تقدر تعمل توسيع لاي فريم انت عايزه. فعلا عمل لي ده هنا كده. فضلت بقى اطلب منه شوية حاجات كده لحد ما وصلت للنتيجة دي. فلقيت ان وشه مش متظبط مع بقية الخلفية، فطلبت منه يعدل لي الوان وشه. فعلا عمل لي كده اهو. بعدها حبيت اني اعمل مشهد كده لنفس الشخصية وانها تخش في قتال مع شخصية مشابهة ليها، فده التجهيز للقتال. كان فريم كده ورا بعض وبعد كده ظهرت الشخصية المماثلة ليه بالظبط. ده برضه من كلمتين يا جماعة. دخلوا في صدام مع شخصيات عكسية، نفس الملامح ولكن الوان عكسية تميل للاحمر مثلا. فكانت دي النتيجة. بعدها بقى دخلوا في قتال مع بعض بعدة مشاهد زي ما انتم شايفين كده.
دي كلها انا كنت بطلب منه فريم بفريم، فتثبيت الشخصيه والفريمات تظهر بجوده عاليه جدا وبدقه. بعدها طلبت منه يتخيل النهايه بتاعه القتال ده، وكانت دي النتيجه. نيجي بقى للكتابة دي، هي اللي فيها الانبهار الحقيقي. جيت هنا اديت له الامر ده وشغلت Thinking with 3 Pro واديت له الامر ده. الامر ده بيطلب منه يعمل لي صورة بالعربي وتكون بستايل اضواء نيون في الليل. فالصورة اللي طلعت فعلا مبهرة جدا ودقيقة بدرجة كبيرة جدا، ما فيهاش اي اخطاء نهائي. النتيجة كده متخيل اسلوب الكتابة والستايل. بعدها على طول اديت له نفس الامر وادي نفس الامر، وطلع معايا بالنتيجة الجامدة دي. ابتديت اغير في الاوامر واديت له الامر الجميل ده. طبعا انت هنا ليك ليميت معين مع الصور تقدر تستخرجها سواء بالنسخة البرو او بالمجانية. النسخة البرو اكتر شوية طبعا. طلبت منه يكتب لي على القهوة، وكانت الكتابة جميلة جدا بالتشكيل من غير ولا غلطة، ما فيهاش أي هفوة. بعدها على طول خليته يكتب لي على السحاب هنا كده، وبعدها خليته يكتب لي على الملابس. أيا كان ستايل الكتابة اللي أنت عايزه هيطلع مظبوط ودقيق بنسبة 100%. مش بس كتابة بسيطة، أنت ممكن تكتب كمان بطريقة معقدة جدا. طبعا الانبهار الحقيقي بقى بيبدأ من هنا. طلبت منه يعمل لي انفوجراف طبقات الأرض، وكانت النتيجة برضو بدون أي أخطاء. مش بس كده، كمان طلبت منه يعمل لي نفس الانفوجراف ده، يعمل لي نفس الانفوجراف ده بالعربي. كانت دي النتيجة. متخيل ان دي كتابه بالذكاء الاصطناعي؟ تمام. وانا طلبت منه يعمل لي القشره الارضيه بسلايدز بالظبط، كل التفاصيل من غير ولا غلطه. ده طلبت منه هنا يعمل لي تشريح لجلد الانسان. كانت النتيجه زي ما انتم شايفين. انا طلبت منه معلومه هندسيه شويه بس في تصليح القواعد طبقا للكود المصري. حبيت برضه اشوفه في السقف، فبيديك معلومات صحيحه طريقة كتابة ولا غلطة. أنا بقى طلبت منه يعمل لي تفاصيل السقف المعلق لمستشفى ويظهر لي فيها الأنظمة المدمجة فيها، فجاب لي كل حاجة فعلا في الأنظمة موجودة في المستشفى، من أول التكييف المركزي لحد البلاطات بتاعت السقف والإضاءة، وكل حاجة تقريبا في السقف المعلق موجودة في المستشفيات فعلا موجودة بشكلها الصحيح. يعني معلومات هندسية تابع طريقة، فهي فعلا حاجة مبهرة جدا. برضه طلبت منه يعمل لي منيو برجر. طلبت منه يعمل لي منيو لبرجر طازج باللغة الإنجليزية واللغة العربية عشان نختبر ميزة الترجمة بقى. أول حاجة بدأت بالمنيو ده، منيو. طلبت منه يعمل لي منيو بالعربية والإنجليزية. لقيت العربية هنا واضحة كأنواع البرجر بس مش واضح فيها الكتابة الصغيرة دي، واضطريت بقى أخليه يوضح لي العربي بس. فعلا ولا غلطة، صلح الغلطة بسهولة جدا. بعد كده طلبت منه يغير لي الألوان والستايل، فعلا برضو من غير ولا غلطة، بشكل أجمل بكتير. فكده بقى يعني نودع الفوتوشوب إن شاء الله. هنا بقى طلبت منه يعمل لي التصميم ده برضو، غيره بسهولة برضو. تمام. مش بس كده، برضو نرجع للكتابة تاني. طلبت منه هنا يترجم لي ديت وثيقة حجز طيران، يترجم لي الانجليزي اللي فيها العربي، متصوره بالتليفون عادي والنتيجة النهائية زي ما انت شايف كده، كل حاجة بالظبط مكانها وبدقة بدون اي اخطاء. بعد كده بقى حبيت اعمل صورة مصغرة للفيديو اللي انتوا شايفينه ده. فعلا عملت صورة مصغرة بنفس البرنامج. اديت لجيميناي الصورة دي وطلبت منه ان عايز اعمل صورة مصغرة يظهر فيها نانو بنانا مضيئة بالاصفر، والافاتار يكون باصص ليها، يبقى موجود في تلت الشمال، ومكتوب على الصور من اليمين جوجل قفلت اللعبة، ويكون مكتوب نانو بنانا برو. الجملة العربي تكون بفونت تخين وعصري وجميل. فشوف النتيجه معايا كده. طيب حبيت بقى اختبره نفس الموضوع، انه يغير حاجه معينه داخل الصوره تاني. عايز الافاتار يبتسم. بعدها طلبت منه يغير لي تدريج الالوان بتاع الصوره كلها وبعد كده طلبت منه يغير مكان الافاتار ويعيد ترتيب العناصر، لكن لقيت الايد دي مش في مكانها الصحيح. طلبت منه ان هو يعدلها، فعلا عدلها بكل سهوله، يعني سلس جدا في التعديل. بعد كده حبيت اغير الستايل خالص بتاع الصوره لشكل الزجاج كده طالع منها ضوء، كانت برده جميله جدا. حبيت بقى العب بالكلام هنا والدنيا سهله جدا وسلسه جدا. حبيت اعلي جوده الصوره واخليها رياليستيك شويه، فعلا كانت كده. كل ده من اوامر بسيطه جدا، بكلمه كاني بكلم واحد صاحبي. انا بتكلم جيميناي بيفهم احسن من البني ادمين دلوقتي. برضو دي حبيت اديله صوره الافاتار الاساسيه بتاعتنا عشان اعمل بيها صوره مصغره، واديت له التفاصيل اللي انا محتاجها في الصوره. بعد كده حبيت اطلب منه التصميم اللي انا عايزه، فحبيت بقى اغير الستايل بتاع الصوره خالص، فاداني التصميم الاروع منه ده. كل التفاصيل اللي انتوا شايفينها دي حبيت اخلي الموضوع سيمبل اكتر شويه، خف الزحمه في الخلفيه. طلبت منه يعمل كده. بعد كده حبيت الخلفيه اللي وراه تكون دارك شويه، وفعلا عمل ده وعدل الخلفيه بكل سهوله. محتاجين ايه تاني بقى؟ الموضوع كده خلاص يا جماعه اتقفل. ده شغله بالاصدار القديم وده شغله بالاصدار الجديد، وده شغل نانو بنانا الجديد. نفس الامر بالظبط طلع لي النتيجه دي، ونفس الامر بالظبط طلع لي النتيجه دي. احكم انت وشوف الفرق بين الاثنين. زي ما شفنا كده يا جماعه، الاداه دي بقت معانا والسرعه والجوده بقوا في ايدينا حرفيا. السؤال بقى هنعمل بيهم ايه؟ الاداه دي هتسهل علينا كتير جدا في صناعه المحتوى بالذكاء الاصطناعي. فاستغل الوقت ده في انك تتعب على الفكره، حلل نتائجك وشوف الناس عايزه ايه، وانتج بذكاء وببساطه. استنى رايكم في الاداه الجديده من نانو بنانا، وهل فعلا هتقضي بنسبه كبيره على عمل المصممين ولا لا؟ كلام مؤقت واللقاء ده ان شاء الله. ما تنساش اللايك والاشتراك وتشوف الفيديو اللي هيظهر لك.